انت فاهم يعني ايه مفيش في ايدك تعمل حاجه بتقطعك وانت ابنك بيقول مش عارف تعمل له ايه؟ اتفرجوا على الفيديو ده كده. من هو النبي اللي ربنا امره بقطع راس ابنه؟ لا حضرتك مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ اقفل بدل ما اناديلك جوزي لو سمحت. طب ثواني مش عايزه اتصور. يا باشا، صلي على النبي. مش عايزه اتصور لو سمحت يا جمال، تعالى شوف في ايه. طب اسمعني التليفون ده بس بص، كده بعد ايه ده؟ اذنك اسمع يا عم، اقفل ايه ده؟ التليفون طب دوت. إيه طيب بس يا بعد باشا، اذنك والله ما برخم على ايه، انا جاي هنا ليه؟ ما تعلمش انا الدنيا طب صلي على النبي. انا والله انا كتير. طب الله يبارك لك، انت مش عارف اللي احنا فيه. انت عارف انا هنا ليه؟ انا يعني ابني بيموت مني، فانت الله يبارك لك. يعني دي مراتك؟ دي مراتي وابني. حضرتك مين بس؟ ايه ده بس عشان انت هبطان؟ التليفون ده بعد اذنك وانا والله وانا هتكلم الناس معاك. هتتلم عليها تفكر ان انا برخم عليك. طيب ماشي، انا مذيع معروف والله، طيب. اسمي فاعل خير. ماشي. فاعل خير. طب انا بص، انا هنا انا جاي اكسبكم فلوس يا عم. انا مش عاوز اكسب فلوس. انا امنيه حياتي في الدنيا ان انا ابني دوت ربنا يشفيه. انت منين؟ ايه ده بس؟ حلوان. حلوان يعني من القاهره؟ من القاهره، من حلوان. طب صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. ممكن تهدى دقيقه؟ انا هادي اهو الحمد لله. انا ماشي، يعلم بيا ربنا ما يعلمش بيا حد تاني. يعني انا رايح مكان عشان خاطر ابني، عاوز اشاعه وانا معيش حق الاشاعه. انا يعني انا يا عم اكسبك لو على 1000 أنا مش جنيه عاوزك- الاشاعه ب 1000 جنيه انت هكسبها لك. لو هتقدر ان انت تخدمني، انا مش عاوز فلوس. لو هتقدر ان انت تعمل لي اشاعه لابني، انا ابني مريض قلب، عاوز يعمل 3 عمليات في القلب، وهو مولود بالعيب ده. فانا في اشاعه الدكتور طالبها مني، المفروض اعملها دلوقتي قبل بكره، وبيقول لي حالته هتسوء. معايا جواب على نفقه الدوله ومعايا حاجات، ولفيت انحاء مستشفيات مصر كلها. فانا يعني باجي بملى لهم شويه ميه، فلقيتك انت، فهي نادت لي. انا مش عارف في ايه، وانا يعني كل امنيه حياتي في الدنيا هو ابني. وانا يعني ظروفي الحمد لله. انا لازم اشتغل يوم واقعد، مش بمزاجي، ده اجباري. ان انا بص، رجلي ديت بتبقى قد كده لما بقف عليها يوم كامل، وبحاول على قد ما اقدر ان انا يعني امنيه حياتي ان انا ابني دوت اللي فيه روح. ان انا هو بيتقلب قدامي وانا مش عارف اعمل له ايه. صلي على النبي. انا مصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل شكلك على جواك كتير. اكيد طبعا. اسمع حضرتك مفيش شغله من ضناك. هتخف باذن الله، بس انت قول يا ايه؟ يا رب. يا رب. جدع. نفسك تخف باذن الله، ربنا يشفيك. عايز تخف ليه؟ انت قلت لماما عايز تخف ليه امبارح؟ قولي لي يا مريض قلب. الفيديو ده اثر فيا جدا جدا. ايه؟ يا مريض قلب. مين دول؟ صحابي. صحابك بيقولوا لك يا مريض قلب؟ قول اللي اصحابك بيقولوه. عايز يا رب يا رب، ماليش غيرك. انت بتقول لاصحابك مش عاوزين يلعبوا معاك؟ ليه اصحابك مش عايزين يلعبوا معاك؟ عشان مريض قلب. الكلمه دي بتوجع اي ام واي اب. الكلمه دي بتوجعنا قوي. ايه؟ انا بنزل اعمل مشاكل كتيره قوي بسبب الكلام ده، بسبب ان اصحابه في الشارع، لا احنا مش هنلعب معاك، انت مريض قلب، لحسن نضربك ضربه يجرى لك حاجه. اصعب لحظه مش تقدر تحسها لما يكون ابنك مش عارف تعمل له حاجه، انت نفسك تعمل له الدنيا كلها راسي مش قادر، مفيش في ايدك. انت فاهم يعني ايه مفيش في ايدك تعمل حاجه بتقطعك وانت ابنك بيقول مش عارف تعمل له ايه؟ مش عارف تعمل له ايه، بس بتقول يا رب. ماليش غير ان انا اقول يا رب بس. كده في قلبي يا ماما، انا قلبي بيوجعني، انا مش عارفه اعمل له حاجه. الدكتور الفويسات بتاعته معايا بيقول لي احنا في العد التنازلي، احنا في العد التنازلي، احنا عايزين الاشعه في اسرع وقت، لازم نحدد هنعمل ايه يعني هنخش عمليه قلب مفتوح ولا هنعمل مش عارفه. هو اتكلم بطريقه الدكاتره، انا مش عارفه اقول. طب ايه ده؟ بص يا دموعك دي غاليه علينا والله العظيم. لكل واحد عنده رحمه وعنده قلب. ما تنزلش غير عشان خاطر ده نوع. اما لو اي حاجه في الدنيا بالنسبه لي عادي، لو مش لاقي اكل بالنسبه لي عادي. بس ابني لما بتشتغل ايه؟ انا شغال صناعي فراخ، بس عندي مشكله في رجلي. لما بقف يوم كامل رجلي بتورم، فبتورم تاني يوم ما ببقاش قادر، ببقى واقف رافعها بس مش قادر، ومش عارف ان انا اكفي البيت والايجار والنور طيب. والميه وابني. انا عارف انها مصاريف غاليه ودموع الراجل مش قليله. انا عايز اعرف بس انت محتاج اشعه، الاشعه دي بكام طيب؟ الاشعه دي كام؟ 8650. 8000. اشاعات تانية والعملية نفسها. طبعا احنا عاملين حضرتك كده يا جماعة، احنا عاملين قرار على نفقة الدولة اهو. عايز اسالك سؤال بس، وحياه ابنك
انت عمرك قابلتينا قبل كده؟ لا عمرنا اتقابلنا قبل كده؟ والله يا عم اول مره اشوفك، حياة ما بقول يا رب اشفي لي ابني، اول مره اشوفك واول مره اقابلك في حياتي. حياة ما بقول يا رب اشفي لي ابني. انا مش محتاج اشوف حاجه، يعني كل ده هنشوفه ما تقلقيش. انا مش محتاج فلوس، يعني انت لو هتقدر تخدمني خدمه خد ابني اعمل له الاشاعه، خد ابني اللي هو من اللازم، اما انا مش عاوز فلوس، يعني ما تدينيش فلوس في ايدي، انا مش محتاج فلوس. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. ابشر من عند ربنا، والورق ده تمام. انا فات الدوله ادوني ميعاد للاشاعه بعد 8 شهور في معهد القلب، والدكتور بيقول لي ما ينفعش نستنى اسبوع. باذن الله من عند ربنا مش من عندي. هنعمل الجزء الثاني وانتوا فرحانين وبتزغرطوا من الفرحه بسبب اللي هيحصل مع ابنك. اسمه ايه؟ مصطفى. يا ديشا نفسك ايه؟ نفسي أخف. نفسك تخف باذن الله. انا عندي ناس جبارين خواطر وناس بتساعد بالخير دايما، فاحنا هننزل الفيديو وعايز كل الناس تعمل مشاركه، عايز كل الناس فعلين الخير يتفاعلوا معانا، عايزين كل اب وام يحسوا بالاب والام ده. هما مفيش الا اب وام هما اللي يحسوا بيهم. لو كل واحد فينا لمينا حاجه بسيطه انا هروح بنفسي باذن الله نعمل له الاشاعه ونوريكم مصطفى ان شاء الله بعد ربنا هيشفيه. انا متاكد ان ربنا هيشفيه عشان خاطر امه وعشان خاطر ابوه، مالهمش غيره. وانا باذن الله مش هسيبكم والله العظيم، وعد مني قدام ربنا. ربنا يجعله في ميزان حسنات. انت نفسك في ايه؟ ايه اللي نفسك فيه؟ نفسي مصطفى ربنا يشفيه بس انا نفسي فيه، مفيش حاجه نفسي فيها في الدنيا تاني غير ابني اشوفه بيلعب زي ما خليل، زي بقيه العيال. ما يقولوش ما تنزلش الشارع، ما تلعبش يا بابا. ما العبش ليه؟ عشان انت يا حبيبي المجهود ليك مش حلو، عشان الدكتور قال لي ولا يضحك ولا يعيط. طب ده طفل ليه يحبسه؟ ببقى بتقطع وهو بيقول مفيش حاجه في ايدي اعملها له. بس مش هو ده اساس الفيديو. هو كده كده ما شاء الله الفيديو معدي ال 20 مليون مشاهده ومصر كلها اتفرجت عليه. انا اللي هاممني كله الكومنت ده. بص كده الكومنت ده، وعايز اقول لكم ان بجد مصر لسه بخير، وان لسه في ناس في مصر شريفه عندها استعداد تضحي بكل ما تملك عشان طفل، عشان شخص واحد. اقسم بالله ان مصر دي انظف واحسن شعب في العالم كله. شكرا لكل المصريين اللي دعموا الطفل ده في الكومنتات، وكل الناس اللي حاولت تساعده. والله 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 اني لو فكرت في يوم اني اسافر واسيب البلد دي مش بسافر او مش بسيبها لسبب ان الشعب بتاعنا ده احسن شعب في العالم. شكرا لكل الناس المحترمين وكل الناس اللي بتتحرك عشان تساعد حد. شكرا لكم جدا جدا جدا.